أنا أمك، أنا أمك يا هي أمك، حملتك والعذاب الوان، أي قلب يحمل هؤلاء؟ أهذا هو جزاء الأم؟ أهذا هو جزاؤها؟ أنسيت فضلها وتعبها؟ أنسيت شكواها لمرضك؟ أنسيت أنينها وسهرها عند سفرك؟ عجبا والله لزمن، عجبا لزمن ضاعت فيه الرحمة حتى على الأمهات، عجبا لزمن ضاعت فيه الشيم والأخلاق. تقول مشرفة دار المسنين، تقول المختصة: والله إن بعض الأبناء يأتي بأمه ويرميها في المستشفى ويدعي أنه فاعل خير فيهرب، وأمه تنتظر على أمل أن يعود، لكنه للأسف يتركها حتى توضع في الدار. ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعل. ثم بعد ذلك تقول: يبدأ بالاتصال: هل فلانة موجودة؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. هل فلانة حية؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. وإذا قالوا له ميتة أتى ليكمل إجراءات الدفن. أف ثم أف، أف ثم أف. أي نوع هذا من الأبناء؟ والله سمعت عن ذلك الزوج وأعرفه، وقد كانت أمه تسكن معه ليس لها غيره، وفجأة جاء يقول لأمه: يا أمي أريد أن أرمم في البيت وأعمل بعض الديكورات، فلو جلست في بيت عمي أو عند خالتي حتى أنتهي ثم تعودين إلى غرفتك. فقالت بنيتها الطيبة: يا ولدي غرفتي جيدة ولا تحتاج، وأنا يا ولدي راضية بها ما دمت معك وأنت أمام ناظري. وبعد إصراره وإلحاحه وافقت وانتقلت لتعيش عند خالته. تمر الأسابيع ولم يتصل بها ولم يسأل عنها، وكلما اتصلت انصرف عنها بحجة أنه مشغول جدا. فيمر أكثر من 3 أشهر والأم تعاني ما تعاني حتى ضاقت بها الحيل. أصرت أن تذهب مع أختها إلى بيت ولدها. ذهبت وليتها لم تذهب. ذهبت فإذا بالزوجة تستقبلها وتقول: نعم. قالت لها: كيف أحوالكم يا بنيتي؟ أين أبو أحمد؟ قالت: أبو أحمد يقول ليس لك مكان بيننا، فلم يعد لك غرفة، فنحن قد احتجنا الغرفة لابنتنا. أنسيت أنها كبرت؟ أليست هي أحق بالغرفة منك؟ أليس عندك إحساس؟ وماذا لو بقيت عند خالته؟ فإذا احتجت شيئا من المال اتصلي علينا. حتى جاء ولدها، جاء وليته لم يأتي. جاء ووقف خلف زوجته وهو يقول لأمه: نعم يا أمي، نعم، إذا احتجت شيئا والله لن أتأخر عنك. فالتفتت إليه: ماذا عساها أن تقول؟ فالتفتت إليه: ماذا عساها أن تفعل؟ وخيبتاه وحسرتاه. تنظر إليه وبدموعها تناديه، بدموعها تقول له: أهذا صحيح؟ هل هذا الذي تقوله امرأتك صحيح؟ لا أريد بيتك، لا أريد غرفتك، لكن أين رحمتك؟ أين قلبك؟ تنظر إليه ولسان حالها تنظر إليه: أين تذهب؟ أين تذهب؟ ولسان حالها: معقولة تجي منك وترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي؟ أنا ما صدق أنك أنت يا وليدي تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي. تحملت السنين وقلت على الله أشكي الهجران. أنا أمك يا هي أمك، حملتك والعذاب الوان، ولدتك والألم سكين من وهن على وهن، واثناء الولادة من بكى صوتك طعنت أحزان، لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. نسيت أمك، كم ضميتك لا جيت وقلت أنا بردان، تركت البرد لضلوعي رح انشد رعشة شفاتي. نسيت يوم مدرستك، نسيت يوم أذاكر لك وكفوفنا الحرمان. نسيت أمك يا هي أمك، كم فلس خنقته لك بشيلاتي. أنا أمك يا هي أمك، حملتك والعذاب الوان. كبرت وصرت بعيوني شجاع وأشهم الفرسان،
وبعد هذا تجي منك يا وليدي، تجي منك وترميني لأي إنسان. أي قلب يحمل هؤلاء؟ أهذا هو جزاء الأم؟ أهذا هو جزاؤها؟ أنسيت فضلها وتعبها؟ أنسيت شكواها لمرضك؟ أنسيت أنينها وسهرها عند سفرك؟ كم تعبت، كم شقيت، كم عانت، كم رأت من شدائد وأهوال لا يعلمها إلا ذو العزة والجلال. كم عانت من أجلك، وكم كابدت في محبتك، وهي تردد دوما بالدعاء لك لعل الله أن يقر عينها بك فتبرها عند الكبر، وتحسن إليها عند الضعف، وتذكرها عند المشيب والكبر، فتقابلها بالإحسان ولا تقابلها بالإساءة والنكران، تقابلها بالكرامة لا بالمهانة والهجران.